بدأنا يا فيروز خلاص. يا خبر، أهلا وسهلا يا كل أصحابنا اللي بيسمعونا. معاكم فراولة وفيروز. كمان شوية هينضم لنا فريد وسفرود. النهاردة عندنا موضوع مهم قوي هنتكلم عنه وهو كسور الرسم، وده موضوع مهم جدا. وإيه رأيك يا فيروز في كسور الرسم؟ ايه ده يا فراولة؟ كسور ايه ورسم ايه؟ ما هو مكتوب في الورقة حلقتنا عن كسوف الشمس اللي هيحصل بعد شوية. كده صحيح. أنا إيه اللي حصل؟ مش شايفة الكلام كويس. قولي لي كوباية المية من فضلك يا فيروز. اتفضلي بسرعة بقى يا فراولة. حاضر. ورجعنا لكم أصحابنا المستمعين، وحلقتنا النهاردة عن موضوع مهم قوي. هو يا خبر أبيض، الكوباية اتكسرت. أنا كنت بقطع الترابيزة فوقعت. انتي حطيتيها على الميكروفون يا فراولة. لا، حطيتها على الترابيزة يا فيروز. بقولك أنا شايفاكي بتحطيها على الميكروفون. مش عارفة إيه اللي حصل لي من ساعة ما لبست نضارة فريد. نضارة فريد؟ طب انتي ليه لابساها؟ ما كانش ينفع ألبس نضارتي. فراولة، ايه اللي حصل؟ بصراحة اتكسرت مني. نعست وانا لابساها لما كنت بلعب بالتابلت قبل ما انام. يعني قلتلي اروح انام بدري عشان البودكاست وكملتي لعب. ماشي. مش وقته بقى، الناس هتسمعنا. يا خبر ابيض، ده الميكروفون مفتوح. بنعتذر لكم جدا يا كل مستمعينا الاعزاء. يلا نبدأ حلقتنا على طول. النهارده هنتكلم عن كسور الرسم. عفوا، اقصد كسوف الشمس. اول حاجه هنحكي لكم عنها ازاي بيحصل كسوف الشمس، وده اللي هتكلمنا عنه فراولة. في الحقيقة كسوف الشمس بيحصل لما حد يقول للشمس انت جميلة ومنورة قوي، فالشمس تتكسف فوشها يحمر. انت بتقولي ايه بس يا فراولة؟ ما انا بصراحة مش عارفة اقرا كويس، الكلام داخل في بعضه. ده سفروت بيتصل. الو، ايوه يا سفروت، ايه الاخبار؟ وصلت؟ ايه اللي وداك كوكب العجايب بس يا سفروت؟ انا قلت لك اطلع على الشمس طوالي. يلا اتحرك بقى من عندك، عايزين نلحق الكسوف. عجيب كوكب العجايب. أخيرا وصلت. متأكد حضرتك إن ده الميكروسكوب؟ أيوة طبعا، ده الميكروسكوب الرباعي المتقدم. لما أكلم فراولة وفيروز بقى وأقول لهم تيريرين. ألو، أيوة يا فيروز، أنا وصلت خلاص وواقف يا ستي قدام أكبر ميكروسكوب. يلا بقى طلعيني لايف. بس على فكرة أنتي دلتيني غلط، هو مش موجود في حلوان أصلا. امال انت فين بس يا فريد؟ أنا في مدينة زويل. بتعمل ايه هناك؟ مش أنتي قلتيلي أروح لأكبر ميكروسكوب؟ أهو أنا واقف قدامه، الميكروسكوب الرباعي في مدينة زويل. انا قلت كده؟ أيوة، كتبتيلي كده على الواتساب. انا قلت لك في الرسالة روح لأكبر تلسكوب في مصر، مش أكبر ميكروسكوب. يا خبر أبيض، إزاي كده؟ كل ده عشان فراولة أخدت نضارتي ومش شايف كويس. نضارتك أصلا بايظة، أنا بشوف بيها كل حاجة ملخبطة. ماشي يا فراولة، ما تاخديش حاجتي بقى تاني من فضلك. عجيب كوكب العجايب. يا سفروت، وصلت الشمس، الكسوف خلاص فاضل عليه ربع ساعة. لا يا فراولة، أنا أصلي مشغولة أوي. انت فين يا سفروت؟ أنا لسه في كوكب العجايب. أصلي كان في طابور طويل بيوزعوا فيه نظارات سودا شكلها شيك أوي. ده وقت يا سفروت. ومش هتصدقي، كل اللي واقفين معايا في الطابور عيون. استني كده، دول بيقولوا يلا البسوا النظارات عشان الكسوف. طيب هطلع لايف وأمري إلى الله، مفيش حل تاني، الحلقة هتبوظ. أهلا أصدقائنا، الكسوف هيحصل كمان دقايق، وأنا دلوقتي مع مجموعة كبيرة بنرصد الخسوف من كوكب العجايب. تعالوا نتعرف عليهم. أستاذ عين، أهلا بحضرتك معانا. بنرحب بيكي في البداية ونحب نعرف شعورك وانتي منتظرة الكسوف. يا أستاذ من فضلك ما تعطلنيش، لازم أركز في الحدث العظيم ده. طيب نشوف حد تاني. لو سمحت توسع لي عشان ألحق أخد نظارة، وإلا مش هعرف أشوف الكسوف.
ازاي الكلام ده؟ لو بصيت للشمس بشكل مباشر ممكن شبكيتي تتحرق. شبكية؟ ايه ده؟ هو حضرتك بتحبي الصيد زيي؟ صيد؟ شبكية يا سفروت مش شبكة صيد. شبكية عيني دي مهمة جدا، ما أقدرش أشوف من غيرها. يا فراولة، يا فيروز، انتوا سامعيني؟ يا صداع راسي، اعمل ايه دلوقتي؟ أيوة يا فريد سامعينك، وكل أصحابنا سامعينك كمان. يا خبر بقى، ايه اللي حصل لفريد؟ انا قلقت قوي. طيب اصدقائنا بنعتذر لكم، هنطلع فاصل نشوف ايه اللي جرى لفريد ونرجع تاني. أهلا أذن، أهلا لسان، أهلا بمعجزات جسم الإنسان.